كأس إفريقيا التي أصبحت على الأبواب، دخل المنتخب المغربي معسكره الإعدادي الأخير في مدينة العين قبل الاستحقاق القاري الذي تنتظره الجماهير المغربية بفارغ الصبر. التفاصيل في تقرير مراسلنا وفاء السقار. وسط ترقب كبير من قبل الشارع الرياضي المغربي، دخل منتخب أسود الأطلس المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس إفريقيا، وذلك بعد انضمام كافة اللاعبين المحترفين في الخارج، وعلى رأسهم نور الدين مرابط وسفيان بوفال، اللذان ما تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركتهم في البطولة القارية بسبب الإصابة. بالنسبة لسفيان ومرابط فإن التقارير الواردة من إنجلترا تفيد بأنهما قد أصيبا، لكني سوف أنتظر التشخيص الأخير من طبيب المنتخب لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها. معسكر العين كان من المقرر أن يشهد لقاءين وديين، الأول آسيوي ضد المنتخب الإيراني لكنه ألغي لأسباب غير معروفة، والثاني أوروبي أمام المنتخب الفنلندي. هذا اللقاء الذي يعول عليه كثيرا من أجل الوقوف على جاهزية المنتخب قبل التوجه إلى الجابون. المعسكر التدريبي يسير بصورة ممتازة والأجواء هنا مناسبة، ونحن نعمل بجد من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل النهائيات. المنتخب المغربي جاء في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب الإيفواري حامل اللقب ومنتخبي توغو والكونغو. هذا ما يعني أن المهمة الأولى ألا وهي التأهل إلى دور الثمانية تبدو ممكنة، لكنها بحاجة إلى التركيز والحذر. مهمة ليست بالسهلة لكنها ليست مستحيلة على المنتخب المغربي في نهائيات الإفريقية، وذلك من أجل استعادة الأمجاد. وفاء السقار، بي إن سبورتس، العين.